ليه دايما بجذب رجالة بخلة في حياتي، سواء بخيل في مشاعره أو بخيل في الفلوس؟ ركزي معايا علشان انتي طاقة الجذب عندك بتكون عالية جدا اتجاه الحاجة دي. من أول الحاجات إن حضرتك معطاءة بزيادة، يعني العطاء بتاعك غير متوازن ومبالغ فيه، بتدي قوي، بتدي بزيادة قوي. رقم 2 إنك شخص ما بيعرفش يقول لأ، دايما بتيجي على نفسك وبتتكسفي تقولي لأ علشان ما تكسفيش حد و... 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 ويعني ما تكونيش الشخص اللي هو طلب منك المساعدة وانتي رفضتي حتى لو جيتي على حساب نفسك. رقم 3 انك لما مثلا بيجيلك هدية بتتكسفي وبتبقي عايزة ترديها دلوقتي حالا حالا، ولازم تردي حاجة اغلى منها، لاني بتكسف، انا جالي خجل، انت ازاي تجيب لي حاجة زي كده وانا ما ردهاش. رقم 4 ان انتي دايما حاطة الصورة قدام الناس، الصورة الذهنية اللي الناس كلها رسمالك انك ست قوية جدا او بنت قوية جدا، وما بتحبيش تعتمدي على حد، ودايما بتشيلي مسؤولية نفسك. وحتى في اكتر الاوقات اللي بتكوني ضعيفة فيها انتي ما بتطلبيش من حد مساعدة، رغم ان المساعدة عادي، بس انا معروفة ان انا ما بطلبش من حد مساعدة. انا اللي دايما بلعب مع الناس ان انا بساعده، لكن محدش يساعدني. حتى ما بتسمحيش لنفسك انك تكوني ضعيفة قدام شريكك، وده عادي. لا، انتي بتبيني دايما صورة القوة والصلابة وانك جامدة جدا. واخر نقطتين متعلقين ببعض. النقطة ان انتي بتيجي على حساب راحتك وعلى حساب نفسك علشان تريحي اللي حواليكي، اكنك مثلا لما تشوفي الناس مرتاحة انتي بتكوني مرتاحة، رغم ان ده مش صح. واخر نقطة انك بتشوفي انك تقدري توفري لنفسك كل حاجة، فانتي مش محتاجة من حد حاجة، فصباح الفل، يعني انا بعرف ادي كل حاجة لنفسي. حلو، بس اوقات كتيرة بنبقى محتاجين ان حد يوفر لنا احساس بحاجات معينة، ان احنا بنكون محتاجينها من الناس اللي حوالينا. فانتي بتعملي كل حاجة لنفسك اكنك بتلعبي شخصيتين في شخص واحد، فدايما بتجذبي لنفسك الشخص البخيل، لانك لما بتجذبيه هو بيبقى بخيل في كل حاجة وانتي عندك وفرة في كل حاجة. طب الحل فين؟ مراقبة مشاعري، أفكاري، الأحداث اللي بتدور حواليا عشان أعرف المعتقد اللي جايب لي الخلل ده. ورقم 2 إن أنا أبدأ أدي بتوازن، يعني أدي عطاء متوازن. أنتي أنثى، الأنثى دي طاقة استقبال مش عطاء، ومع ذلك إحنا بندي، بس بندي وبناخد، مش بندي بس. فطول ما انتي بتدي بس وبتدي ببذخ قوي وبدون توازن، دايما هتجذبي لنفسك الناس عكس اللي عندك. واخر نقطة ان حضرتك ما تكرهيش الصفة دي، ما تكرهيش صفة لا تمسك بشيء. احنا بنتقبل كل الصفات اللي موجودة في الدنيا عند اي شخص، وبتنوي انك تتقبلي الصفة دي، ودايما بتقولي انك متأكدة ان ربنا سبحانه وتعالى هيرزقك للأحسن او الأصلح بأي طريقة من طريقتك انتي. بس لو عملتي الثلاث حاجات دول هتبدأ حياتك تكون متوازنة أكتر، وقانون الجذب عندك يشتغل بالشكل الصح مش بالشكل الغلط.